السلام عليكم البنات. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم راني جايبه لكم وصفه ديال الهريسه. كتجي غزاله هذه ديال الدار، صحيه، ما فيهاش حتى شي ماده اللي مضره. المهم هنا خديت الفلفله. هاد الفلفله ما شريتهاش، جبتها من عند صاحبتي، زرعه الزوج ديالها، غزاله، عطاتها ليا كيف ما شفتوا. ها هي غسلتها مزيان وكنحيد لها هاد الراس كله ديال الراس ديال الفلفله، وخليتها بالزريعه ديالها. اللي ما كيبغيش الزريعه يحيد ليها الزريعه. هنا راني غسلتها مزيان وحيدت لها داك الراس، ودرتها هنا كيف ما كتشوفوا في الكوكوط. درت عليها الملحه، درت واحد 4 دروس ديال الثومه، ودرت ورقات سيدنا موسى، واحد 2 الورقات. ايوا درت لها الملحه. المهم كتحاولوا تبنوها شويه بالملحه، كتجي بنينه باش ما كتخسرش ليكم. هنا راني زدت واحد الحامضه مصيره، قطعتها على 4، ونديرو كاس ديال العنبه ديال الماء. ها هو كاس ديال العنبه ديال الماء، عامر، كنخويو فيها فاش كطيب. المهم كنشعلوا عليها البوطه وكنديروها طيب. هنا ملي طابت، هنا طحنوها في لهاشوار، في ماكينه ديال المطيشه، في المولينيكس، فاش ما كان طحنوها. المهم انا طحنتها هنا في لهاشوار. راه كنطحنها بالزريعه ديالها بكلشي ليها، كنيلوها مزيان باش دوك هاد الجلود ديال الفلفله ما كيبقاوش باينين، كيطحنوا حتى هما مزيان. المهم الاحسن طحنوها في مولينيكس ولا في لهاشوار باش ما يبقاوش لكم دوك الجلود ديال الفلفله. هنا كنطحنها في الاول بالواحد، وكنعاود نعاودها بالجوج، نمره جوج، باش كتنيل مزيان. وانا خليتها، قلت لك كما قلت لكم، خليتها بالزريعه ديالها، لانني كتعجبني تكون حاره. صراحه كتعجبني تكون حاره مزيان. ايوا كيف ما قلنا راه كتجي زوينه مع البصاره، مع الزعلوك. المهم الماكله، اي ماكله حطيناها كنحطوها هي في الطبيسيل، راه كتجي زوينه. بحال كل بغينا نحمروا الدجاج كنلقاوها مع الحوت مقلي، مع الحوت كواري. المهم راه كتستهلك مع اي ماكله بغيتوها. بغيتو ديروا لاصوص ديال المطيشه حتى هو كتلوحوا فيه هاد الهريسه، كتجي بنينه. وكتديروها هكا مع الدجاج ثاني محمر مع الحوت مقلي. ايوا كتحطوا هذاك لاصوص مطيشه ولادات. دابا نديرو لكم ان شاء الله، كيجي زوين فن. هنا راني زدتها الملحه ملي طحنتها، درتها في الكوكوط، وداك الماء اللي كان بقى في الكوكوط اللي كان طابت فيه حار ما لحتوش، خليته. وزدت عليه هاد الهريسه هكا ملي طحنتها هنايا، وزدت عليها شويه الملحه اخرى. عاوتاني كتزيد شويه الملحه اخرى باش ما كتفسدش لينا ديك الهريسه وكتجي بنينه. هنا وزدتها زيت الزيتون. زيت الزيتون تزيدوها هكا واحد 4 كاس تاع زيت الزيتون، نتوما حسب القياس اللي دايرين ديال الفلفله، 2 كيلو، 3 كيلو، نص كيلو. المهم انا اختاريت غير الحمراء، وهما نيت عندهم مزروعه عندهم غير هاد الفلفله حمراء، عجباتني. دابا نمشي عندهم ديك الجريده عندهم صغيره وزوينه. هادوك الوريقات ديال سيدنا موسى راه ما لحتهمش، عاود رجعتهم يطبخوا معاها. هما درتهم هبطتهم للقاع وخليتهم يطبخوا معاها، ونخليوها حتى تنشف مزيان، تطبخ مزيان، تنشف فوق النار مهيله، هي كتطبخ. المهم كيف ما قلت لكم، عندهم غارسينه في الجرده هاد الفلفله فنه زوينه، واحد الديكور فيها غزال. دابا ندير ونمشي لعندها، الا كانت بقى عندهم ما تساستش ما طاحتش، غنمشي ونصورها لكم ان شاء الله. ايوا تشوفوا كيفاش واحد المنظر فيها على الزينات، وكيفاش نايضه وكتيره، تبارك الله تبارك الله، كتيره كتيره. واحد الديكور فيها فن. دابا نمشي عندها ان شاء الله ونصورها لكم وتشوفوها، ونلوح لكم حتى الفيديو ديالها مصوره. نقول لكم ها الفلفله اللي درت لكم منها الهريسه. وحاولوا تجربوها، راه فنه. ودابا راها وقت البرد، كتحتاج في هذا البرد زوينه، هي كتسخن وكتفتح حتى الشهيه. وحدو منا غير على الوليدات، بعدو على الولاد الصغار، واللي ما كيبغيش الفلفله حتى هو ما ياكلهاش. واللي مبلي بالفلفله بحالي يوميا، راه انا كنحماق عليها يوميا. لا ما كلتش فلفله في النهار، ك...
ما بحال ما واكلاش الصراحه، كتفتح ليا الشهيه زوينه زوينه الصراحه، كتعجبني انا الفلفله. الماكله بلا فلفله حاره كتجيني باسله. الكسكسو بلا فلفله ما كيجيني ناقص. ضروري خاصني اي حاجه تكون فيها الفلفله حاره. ودابا راه جاب الله هاد الفلفله، قلت انا علاش ما نديرهاش هريسه وهكا ونطيبها ونطحنها ونخليها عندي احتياط. زوينه تبارك الله، كتجي فنه وبنينه. كتصوبي على يدك، كتعرفي اشنو طيبتي فيها، كيفاش صوبتيها. المهم صوبها بيدك صراحه كتجي زوينه زوينه. شوفوا كيفاش كتطبخ حتى كتنشف، ها نشوف كيفاش كتبقى تطبخ 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 حتى تعرفوا بان ما بقاش عندها الماء في القاع ديالها، وكتخليوها تاني حتى تبرد، حتى تنساوها حتى تبرد واحد 2 ساعتين ولا 3. هاد القريعه راني عمرتها، هي اللي غنخليها احتياط اللي غنبداو ناكلو منها. وهكا باش غنديرها في القراعي، راني ما درتهاش في القراعي، درتها كيف ما شفتوا راني حاطه البلاستيكات حدايا، درتها غنديرها في البلاستيكات. هنا راني عمرت هاد القرعه، ها هي عمرتها مزيان ونخليها غير في الباب ديال الثلاجه اللي بغى يهز منها. وهنا راني خديت هذا الميكا، هاد الميكات صغار، وما درتهاش انا في القراعي، ما بغيتش نديرها في القراعي، درتها في الميكات اللوحه في كونجيلاتور باش حتى لا تعطلات ليا. ما تقدر ما الا خليتوها في القراعي وكانت محلوله حليتو القرعه تقدر تفسد ليكم، تقدر تغمال، تقدر هذا، اللهم ما نضيعهاش. انا درتها في الميكانيشن. هذه فكره زوينه، كتبقى عندك دائما الهريسه مليوحه في الفريغو، واخا تبقى عندك حتى عام حتى اكثر ما كيوقع فيها حتى حاجه. كتبقى في الفريغو الساعه اللي بغيتيها كتجبديها غير هكا، كتقاديها هكا، كترجعي دشي اللي هذا اللي دايز لقدام، وكتقاديها بحال هكا وكتجمعيها هكا البلاستيكات وكطويهم، كتخليها هكا رقيقه. فين ما كتبغي كتاخدي القياس اللي بغيتي، تاخديه تحطيه في طبيسيل ولا طيبي من بها ولا اللي عجبك. المهم ها هي الفلفله هريسه على يديك غزاله، بمواد صحيه. كديريها هنا وكديريها في سميتو في كونجيلاتور. هنا راني جبت القراده باش كنستفا فوق منهم حتى تكونجيلا، ونحيد ندخل الكونجيلاتور دابا وتكونجيلا، ونحيد هاد القراده اللي حطيت فيها. وهنا هاد القرعه هي هذه اللي غنبقى نستهلكو. ايوا وما تنساوش نتوما تجربوها، واللي بما ما يلا كيشوف القناه ديالي ينضم ليها. ايوا وشكرا لكم، وديروا ابوني وديروا جيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. ومع السلامه والى اللقاء في فيديو قادم.